السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف فيه مع بعض ظاهرة نادرة الحدوث، السلوك تعانق رمال الصحراء في بني ونيف بولاية بشار. منظر جميل جدا جدا ورائع. إن شاء الله الفيديو هيعجبكم بإذن الله. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. أنا فرحانة اليوم لأنه خرجت من ليكول، لقيت ثلج يصب وخرجت مع عائلتي، فرحنا وقعدنا نلعبوا، ونتمنى كل أصدقاء يفرحوا هما معانا. الثلوج في الجنوب معروف أنه في الثلوج في الجنوب ما تنزلش، يعني عندنا الأمطار. هذه أول مرة كانت في الولاية، وربما لسنوات طويلة بالك ما راح تعاود نعيشوا هذا الجو. على بها قررنا أنه نجوا لمدينة بني ونيف ونعيشوا هذا اليوم المميز رفقة الأصدقاء. ولاية بشار طلعنا 100 كيلومتر دائرة بني ونيف باش نشوفوا الثلج، نشوفوا هذه الأجواء الجميلة اللي لأول مرة عشناها. وكان نهار شباب، جينا كاع اون فامي وشفنا الحالة، وكان شباب بزاف وعاد راه كاين كما راكم تشوفوا. رانا متواجدين بدائرة بني ونيف الحدودية. جينا من ولاية بشار باش نعيشوا هذه الأجواء اللي ربما في مدة 63 سنة صادفنا هذا الجو 2 مرات ولا 3. الحمد لله، خاصة أنه هذه المنطقة معروفة بأنها صحراوية، ومثل هذه الأجواء ربما تكون نادرة. فرحان لعبنا في الثلج اليوم، خرجت من المدرسة لقيت الثلج وفرحنا بزاف ولعبنا، ونتمنى لكل الأصدقاء يفرحوا. الله يبارك. اليوم العائلات كاع برا، مابقاش كاع اللي قاعد في الدار. البرد اليوم نساو كاع البرد مع الثلج هذا. الناس راه تمنات في الشريعة اليوم، الشريعة اليوم راه في الصحراء اليوم الحمد لله. وشوف بلادنا الخيرات اللي فيها، كل شيء راه مليح، خصنا غير نكونوا حنا مليح، يزيدنا ربي من عنده. ما شاء الله، منظر جميل جدا جدا. شفنا الصحراء وهي متغطية بالتلج، منظر جميل جدا جدا ورائع. هو صحيح منظر ما بنشوفوش كتير، وهم قالوا كده في الفيديو، قالوا ان بقالهم مدة ما بيشوفوش التلج، وده منظر جميل جدا جدا. الأطفال مبسوطين وفرحانين، وحتى الكبار برضو مبسوطين، وهي نعمة من عند الله عز وجل. ربنا يديم نعمة ويحفظ بلاد الجزائر يا رب العالمين. فيديو جميل ورائع، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.